أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. الخبر اللي قدامي النهاردة: السيسي يرحب بأردوغان لفتح صفحة جديدة بين البلدين. أردوغان عازمون على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مصر في كافة المجالات. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفتح صفحة جديدة بين البلدين. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان الذي يدور القاهرة: تركيا ومصر الاثنين بيواجهوا من التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة. أضاف كمان: نطلع لاستقرار منطقة شرق المتوسط وتسوية الخلافات. كما كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة إن شاء الله. هذا وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بيتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا إن شاء الله في شهر إبريل المقبل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اسرائيل بتمارس التضييق والخناق على دخول شاحنات المساعدات لغزة. ومن جهة أخرى قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه أكد مع أردوغان على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا. قال أردوغان إنه هو بيريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى المستوى اللائق، وهناك رغبة قوية جدا ومشتركة في ذلك. وأكد أردوغان عزم أنقرة على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، وقال كمان: نريد رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، كما يمكن تطوير العلاقات مع مصر في المجال كمان الدفاعي. أردوغان قال الدور المصري في إدخال المساعدات لغزة. قال هنا ان ادخال المساعدات لغزة يمثل اولوية بالنسبة لنا، وقال كمان سنواصل التعاون مع مصر بشأن التطورات في غزة. المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثات السيسي وأردوغان، وقال: ونحن مستعدون للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة. قال أردوغان كمان إن أنا عازم على إني أستمر وأتعاون وأنسق مع مصر في كافة المجالات. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حريص جدا على أمن ووحدة واستقرار ليبيا والسودان. أكد الرئيس أردوغان على التعاون أو الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مصر في كافة المجالات. قال برضو انه اكد مع السيسي الحرص على امن ووحدة الاستقرار في ليبيا والسودان. علاقة طيبة بين البلدين، وان شاء الله هيكون في تنسيق وفي استقرار باذن الله، وتعاون بين البلدين على اعمار غزة ان شاء الله، وعلى امن ووحدة واستقرار الدول العربية منها ليبيا والسودان. وطبعا تركيا بلد جميل ورئيسها محترم. ان شاء الله هتكون علاقة تعاون طيبة بين البلدين، وان شاء الله هتكون علاقة تثمر لمصر وتركيا إثمار إيجابي بإذن الله تعالى.